السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ تعالوا بقى كده نبدأ كده الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا هنبدأ بحكاية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين من الفصل 621. غضب فارس. انتهى فارس بالذهاب لرؤية السيدة العجوز السواس. كانت ليلة جميلة والقمر يضيء برفق في الفناء. هبت نسائم ليلة باردة بلطف. وقفت السيدة العجوز بجانب بركة أسماك صغيرة تطعم الأسماك عندما وصل فارس. بدا إن السيدة السواس قد سمعت خطوات فارس تقترب بينما كانت تطعم الأسماك، لذلك قالت بهدوء: أنت هنا. لم اكتشف فارس أي عاطفة في صوتها الناعم الهادئ. بدت وكأنها أي شخص مسن وهي تدردش بشكل عرضي مع فارس. لم يقل فارس الكثير، لقد أومأ برأسه فقط واعترف بها قبل أن يقف هناك لينظر إلى البركة أيضا. تناثر القارب الذهبي بسعادة في البركة وتسبب في حدوث تموجات على سطحه بينما انعكس القمر عليه. تجاهلته السيدة سواس، لكن فارس لم يبادر إلا كسر الصمت. بدا الأمر وقحا إلى حد ما، ولكن ماذا في ذلك؟ بما أن السيدة سواس لم تكن مرتبطة به، لم يكن هناك أي معنى لفارس أن يذل نفسه ويتملقها. بعد فترة استمرت السيدة سواس في طعام الأسماك كما لو لم يكن هناك شيء آخر في ذهنها، لذلك حاول فارس المغادرة. لم يكن لديه وقت ليضيعه هنا، لكن تصرفات فارس جعلت السيدة السواس تتهجم بلا شك. تتجهم بلا شك، يعني وشها تبقى عبوسة يعني. ماشي. كانت السيدة السواس تحظى باحترام كبير في عائلة السواس، لذلك كانت معتادة على أن يسأل عنها الناس ويتوددون لها. لم تكن تتوقع أن يكون هذا الشاب أمامها بهذه الغطرسة. وقد تجاهلها تماما عندما لم تتحدث إليه. لذلك وجدت السيدة السواس بلا شك أن فارس متعجرف وغير محترم. على الرغم من استيائها، إلا أن السيدة السواس لم تظهر ذلك تماما. عندما كان فارس يستعد للمغادرة، كسرت السيدة العجوز الصمت فجأة. سألت السيدة السواس في النهاية: هل ترى تلك السمكة الحمراء هناك؟ أليست جميلة؟ لم تستطع النظر إلى فارس عندما تحدثت، وظل ظهرها مواجها له، لذلك بدا الأمر كما لو كانت تتحدث إلى نفسها. نظر فارس إلى البركة أيضا بدافع الأدب. من المؤكد أن يكتشف سمكة زينة غير عادية ذات خطوط حمراء وبيضاء وصفراء، والتي بدت رائعة. أجاب فارس عرضا: نعم، إنها جميلة. سألت السواس مرة أخرى: هل تعرف ما هي هذه السمكة؟ بدأ متأكدة من أن فارس لا يعرف شيئا. وصلت دون انتظار رده: يطلق عليها سمكة الببغاء الفلفلية، والمعروف أيضا باسم سمكة الجنية النبيلة. الخطوط الحمراء والبيضاء والصفراء تجعلها تبدو وكأنها جنية. إنها سمكة نادرة، وبالكاد يتم صيد أي منها كل عام. ربما يكون هذا هو الوحيد في مدينة نصر. بما أنك لست غنيا أو قويا وتأتي من خلفية فقيرة، فمن الطبيعي أنك لا تعرفها. عبس فارس عندما سمعها. جلس على مقعد حجري دون أن يرد. أراد أن يعرف ما الذي يمكن أن تريده السيدة السواس منه. ولكن بعد وقت قصير من جلوس فارس، ضحكت السيدة السواس بهدوء وسألت مرة أخرى: هل تعرف مما يتكون المقعد الحجري الذي تجلس عليه؟ إنه من أجود أنواع اليشم في اليونان. يتم إنتاج 50 كيلو جرام فقط كل عام. على حد علمي فقط وائل في مقاطعة المقطم، والسيد نوار من مدينة الروابي، والسيد حامد في مدينة نصر لديهم هذا اليشم في المنزل. لقد تمكنا فقط من شراء هذا من خلال الباب الخلفي. حتى بين النخبة هذا اليشم نادر، لذا فهو أكثر ندرة بين عامة الناس. ضحكت السيدة السواس وهي تتحدث، لكن فرس عبس بشدة. نهض فجأة من المقعد الحجري البهز الثمن الذي ذكرته وسأل بعمق: هل طلبت مني المجيء فقط لتقولي هذا؟ هزت السيدة السواس برأسها وتنهدت: أنت رجل من أصل متواضع، لذلك أنت عديم الخبرة ولديك مزاج سيء. لقد قلت الكثير بالفعل. ألا زلت لا تعرف ما الذي أرمي إليه؟ ألا تفهم المسافة التي تفصل بينك وبين حفيدتي كارمن؟ تصارع تنفس السيدة السواس، وكان من الواضح أنها منزعجة وغير راضية. عائلة السواس عائلة مؤثرة. كل الكنوز التي رأيتها في حياتك هي مجرد أشياء يومية شائعة في المنزل.
لقد نشأت كارمن وهي تلعب حول هذا اليشم النادر من اليونان الذي لم تسمع به من قبل. على الرغم من ندرة سمكة الببغاء الفلفلية هذه، إلا أن كارمن سأبت منها بالفعل. بغض النظر عن الخبرة والمعرفة والعادات، فإن الفجوة بينك وبين كارمن تمتد إلى ما هو أبعد من السماء والأرض. قالت السيدة السواس بصوت بارد قليلا، تحدثت بازدراء وغطرسة: نحن من عوالم مختلفة، لذلك أأمل أن تتمكن من رؤية الحقيقة وألا تبالغ في تقدير نفسك. لا تطمع فيما لا يمكنك الحصول عليه. قصة راعي البقر والحائك موجودة فقط في الأساطير، وإلا سينتهي بك الأمر بإيذاء نفسك وكارمن. انفصل عنها بعد هذا وتوقف عن مضايقة حفيدتي. أنت وكارمن غير مناسبين، إنها تستحق رجل أفضل. بدأت متعالية لدرجة أن حتى الأسماك في البركة أصيبت بالرعب وسبحت إلى قاع البركة. ضحك فارس على الفور وهو يقول: شخص أفضل؟ يبدو أن السيدة السواس تتحدث عن منصور من عائلة مكرم. قالت السيدة السواس وهي تتهجم أكثر: أليس هذا صحيح؟ من حيث المعرفة منصور من عائلة غنية ونافذة، لذا فإن معرفته وتطوره يمكن مقارنتها بكارمن. من حيث الموهبة إنه متميز. حتى في مثل هذا السن المبكرة يمكنك الوقوف على قدميه ومساعدة في إدارة أصول بمليارات الدولارات عندما يبلغ من العمر 30 عاما فقط. من حيث الموارد المالية، أنفق بضع مئات الملايين في فيلا الرماح ويعيش عند سفح جبل هيمالايا، وهو جار السيد شداد. ولكن ماذا عنك؟ أنت مزارع فقير، أتيت من عائلة متواضعة، أنت شخص عادي تماما لا موهبة لك. ماذا يمكنك أن تقدم لكارمن؟ كيف يمكنك مقارنة نفسك بمنصور؟ كانت السيدة السواس غاضبة حقا. لم تعتقد أن فارس سيرفض الاستسلام حتى إنها قارنته بمنصور. كيف يمكن لفقير مثل فارس أن يقارن بمنصور؟ كيف يمكنه المقارنة؟ كان يطلب الإهانة ولن يكون سوى إضحوكة. ضحك فارس فجأة عندما غضبت السيدة السواس. تردد صدى ضحكاته المدوية في القاعات. كان الأمر كما لو أنه سمع أطرف نكتة على الإطلاق. قالت السيدة السواس بغضب أكبر: على ما تضحك؟ ما الذي لديك لتضحك؟ جعلها ضحك فارس تشعر وكأنها وجدها مسحة. على ما أضحك؟ أنا أضحك على وجهك وخوفك وعماك. مهما قلت أنت ببساطة متعجرفة. ليس لديك أي فكرة أنني غير مهتم بحفيدتك الجميلة المزعومة كارمن. ليس لديك أي فكرة أن الرجل الذي تفضلينه منصور ليس سوى نملة بالنسبة لي. ليس لديك فكرة عمن يقف أمامك. يتبع الفصل 622 رحلة إلى جبل الهيمالايا. انطلق فارس في حديثه بلا توقف. كانت كلماته بمسامة رعد يهدر في الليل. كان صوته باردا بينما كان وجهه صارما. تردد صدى صوته المهيب الغاضب في منزل عائلة السواس. وماذا لو ولد في عائلة غنية؟ ماذا لو كانت لديهم أصول بالمليارات الدولارات؟ حتى أقطاب العاصمة عمرت يستلقون تحت قدمي. فما هي عائلة مكرم الصغيرة؟ يمكنني أن أتجول كما يحلو لي في قصر جبل هيمالايا. تبلغ قيمة فيلا الرماح بضع مئات الملايين، لكنها ليست سوى مسحة بالنسبة لي. كيف يمكن لضفدع في بئر أن يعرف أي شيء عن المحيط؟ ماذا سيعرف رجل عجوز في منتصف الطريق إلى قبره عن قدراتي؟ بدلا من ذلك يجب أن تحصى نجومك المحظوظة لأنك عجوز، وإلا لكنت قطعت رأسك لمجرد الإهانات التي وجهتها إلي اليوم. انفجر صراخ فارس الغاضب بجانب آذان السيدة السواس. شعرت وكأنها صعقت ببرق وطرقت آذانها ترن. أطلق كلمات مدوية ومهيبة في العالم. اجتاحت عاصفة من الرياح الباردة فناء منزل عائلة السواس وهو يصرخ. ظهر تموج على سطح البركة. بينما كانت الأوراق تصرخ في الريح، كانت كلمات فارس وسلوكه مهيبا. بدا الأمر كما لو أن سيفا هائلا قد تم نزعه، وكان ينبعث منه توهج تهديدا. طوال حياتها لم تلتقي السيدة السواس بأي شخص بهذا السلوك. تحول وجهها إلى شاحب وصار أبيض كقطعة من الورق. عندما سمعت كلمات فارس الغاضبة فتحت عيناها على مصرعها في حالة صدمة وتراجعت عدة خطوات من الرعب. في النهاية جلست متهاوية على المقعد الحجري. أنت كيف تجرؤ؟ صرخت السيدة السواس في حالة من الذعر. لم تتوقع أن يتحدث هذا المزارع الفقير بمثل هذه الجرأة، لكن فارس لم يكلف نفسه عناء الاهتمام بها. بعد أن انتهى استدار على الفور لا يغادر. كل ما يمكن أن تراه السيدة سواس هو منظره الخلفي النحيل والصقيع.
فارس، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ فارس: بدأ الاضطراب على أفراد عائلة السواس. كانوا يستعدون للخروج لزيارة فيلا الرماح، لكنهم سارعوا إلى الفناء بسرعة بدافع القلق. كل ما رأوه هو أن فارس يغادر في حالة من الغضب، لذلك توقفوا جميعا ليسألوه. لكن فارس لم يصغي إلى صراخ رشوان وكارمن. سرعان ما اختفى ظلها النحيف في الليل. جعل سلوك فارس الغير معتاد رشوان أكثر قلقا، لذلك سارع إلى الفناء للتحقيق من السيدة السواس: جدتي السيدة السواس، أمي، هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ توافت جميع أفراد عائلة السواس عندما رأوا مدى شحوب وجه السيدة السواس. سألوها جميعا بقلق: جدتي، قولي شيئا، أنت تخيفيننا. سيطر الخوف سيطر الخوف لا على قلب السيدة السواس وهي تجلس هناك وتلهث بلا حسيب ولا رقيب. من الواضح أنها عانت من صدمة كبيرة. وبعد فترة طويلة جمعت السيدة السواس أفكارها أخيرا وصرخت. تصارع تنفس السيدة السواس، وكان من الواضح أنها منزعجة وغير راضية. صرخت السيدة السواس بشراسة: إنه متعجرف، مغرور، غير محترم. تركني وغادر، إنه مجنون. إنه ببساطة مجنون. لا يمكنك الزواج من حسالة مثله. كارمن، إذا كنت تصرين على الزواج منه فسوف أضرب رأسي وأقتل نفسي على هذا المذبح في يوم زفافك. من الواضح أن تصرفات فارس أثارت السيدة السواس. لم تتوقع أن يكون لدى شاب ريفي متواضع بلا خلفية الجرأة ليكون وقحا معها. صرخت السيدة السواس بغضب وهي تقول كلمات تهديد عن فارس: كيف يجرؤ حسالة مثله حتى على التفكير في الزواج من حفيدتي؟ يمكنه أن يحلم. حتى لو مت لن أوافق أبدا على هذا الزواج. أريد أن يندم لبقية حياته على غطرسته. ارتعش طرفي عين كارمن ورشوان عندما سمعاها، وشعرا بعدم الارتياح في قلوبهم. جاء فارس إلى المنزل السواس الليلة للمساعدة في تقديم عرض لكارمن. لم يكن معجبا بحفيدتها على الإطلاق، ولم يكن يريد الزواج منها في البداية. لذلك كانت كلمات السيدة السواس ببساطة من جانب واحد: لماذا يشعر فارس بأي ندم؟ لكن رشوان تجرأ فقط على قول هذا في قلبه، ولم يكن لديه الشجاعة لقوله بصوت عالي. غضبت السيدة السواس: إذا أجج النيران الآن فربما تصاب السيدة السواس بنوبة غضب. كارمن، انظري فقط إلى ما فعله صديقك الرائع. انظري كم أغضبت جده. اسرعي واعتذري للجدة. نعم كارمن، لا يمكنك الاستمرار في العناد في المستقبل. نحن نفعل هذا من أجل مصلحتك. فارس مزارع فقير، لذلك فهو يواعدك فقط من أجل أموال عائلة السواس. هذا الضفدع يشتهيك فقط. لقد بالغ في تقدير نفسه حقا. لم يعجبني منذ البداية. استمعي إلى جدتي وانفصلي عنه الليلة، ثم اقطعي كل العلاقات مع هذا الفقير. توقفي عن إثارة غضب الجدة. استمر الجميع في العيلة في التناغم، وظلوا يقنعونها بقطع علاقاتها مع فارس. شحب وجه كارمن. بخلاف الإيماء لم يكن هناك شيء آخر يمكنها القيام به. بعد أن قام الجميع بتهدئة السيدة السواس هدأت أخيرا. قال منصور يتقدم لتهدئتها بعناية: يكفي يا جدتي، لا فائدة من الغضب من رجل مثير للاشمئزاز مثل فارس. لا يستحق الأمر أن تمرضي بسببه. لماذا لا نذهب إلى مكان الجديد لإلقاء نظرة بدلا من ذلك؟ لدي ينبوع ساخن داخلي، ويمكنك الاستمتاع بمناظر جبل هيمالايا من السطح. من الأفضل لك أن تسترخي، أليس كذلك؟ لا يمكنك السماح لاهتمام منصور بأن يذهب سدى، أليس كذلك؟ ما زال تشرفنا بمقابلة السيد شداد. في النهاية، بعد أن أقنع الجميع سيدة سواز استسلمت. توجهوا إلى فيلا الرماح بمنطقة جبل هيمالايا. في الوقت نفسه في شوارع مدينة نصر كانت سيارة مايباخ اس 680 جديدة تماما تسير على طول الطريق، بينما بدت أضواءها الخلفية وكانها ذيل شيطان، حيث تركت أثرا طويلا وجميلا في الليل. جلس فارس بهدوء في السيارة واستراح. بعد أن غادر فارس منزل السواس تلقى مكالمة من نورين: تم إصلاح السيارة. اتصلت تسأل فارس أين يجب أن ترسلها، لذلك طلب منها فارس أن تأتي وتصحبه. سألت لورين بهدوء: يا رئيس، هل نحن متجهون حقا إلى قصر جبل هيمالايا؟ هذه هي قمة مدينة نصر وأغلى منطقة في المدينة. حتى أصحاب المليارات قد لا يكون لديهم الحق في الدخول. يطبع الفصل 623. ليس بإمكان الجميع العيش هنا، لكن أنا يمكنني. لم تحتقر لورين فارس. في نظرها كان من المثير للإعجاب أن يتمكن فارس من شراء متجر سيارات بقيمة ملايين في مثل هذا السن المبكرة، ولكنها كانت قلقة من عدم حصولهم على الحق في دخول قصر جبل هيمالايا. بعد كل شيء سمعت أن الرجل الذي يحظى باحترام كبير من أمثال السيد حامد يعيش هناك.
في رأي لورين مهما كان فارس رائعا لم يستطع منافسة السيد حامد. علاوة على ذلك كان متجهين إلى قصر حيث يقيم رجل أقوى من السيد حامد، لذلك شعرت لورين بالذعر والقلق بشكل طبيعي، لكن فارس ضحك فقط عندما سمع مخاوف لورين. دوت كلمات فارس في السيارة وماذا في ذلك؟ لا يمكن لأي شخص أن يعيش هناك، لكن يمكنني ذلك. لا يوجد مكان واحد في أرض نار العظمى لا أستطيع أن أعيش فيه. أنا فارس شداد. تركتها كلماتها المهيبة ترتجف من الصدمة. لم تجرؤ لورين على الاستمرار. قادت فارس إلى قمة جبل هيمالايا حيث يقع قصر جبل هيمالايا. منذ أن اشترى فارس قصر جبل هيمالايا لم يزوره طوال هذا الوقت. ذكرته كلمات منصور في عشاء عائلة السواس فجأة بوجوده، وقد حان الوقت لرؤية قصره الجديد. وفقا لخطة فارس سينتقل رسميا إلى قصر جبل هيمالايا بعد يوم رأس السنة الجديدة. بالطبع كان على فارس إلقاء نظرة قبل أن ينتقل ليرى ما إذا كان القصر يستحق 50 مليار دولار حقا. انطلقت السيارة فاخرة في الرياح الباردة، قطع هدير ميباخ المنخفض السماء وهي تنطلق في الشوارع مدينة نصر، واختفت على الطريق بسرعة. في الطرف الآخر وصلت عائلة السواس إلى جبل هيمالايا ما فيه عدة سيارات فاخرة. على الرغم من أنه كان ليلا إلا أن محيط جبل هيمالايا ظل مضاء بشكل ساطع. زينت جميع أنواع مصابيح المناظر الطبيعية جانب الشوارع، وعلى الرغم من أنه لم يكن يوم رأس السنة الجديدة بعد إلا أنه تم تزيينه بشكل احتفالي. بالتأكيد أنها منطقة فاخرة. كانت هناك 3 نقاط تفتيش في الطريق إلى الداخل. الأمن جيد بشكل مثير للصدمة. ربما يكون جبل هيمالايا هو المنطقة الأكثر أمانا في مدينة نصر، أليس كذلك؟ بعد أن توقفت السيارات نزل رشوان وبقية أفراد عائلة السواس من سيارتهم. لا يسعهم إلا أن يتنهدوا بشأن ما رأوه في الطريق إلى هنا. نعم، لولا منصور ربما لم نتمكن أبدا من دخول هذه المنطقة في حياتنا، أليس كذلك؟ تنهد الجميع حول مدى روعة منصور، ظلوا يمدحونه. رائع. إنه بجوار بحيرة الضباب مباشرة. يمكنك رؤية بحيرة الضباب بأكملها من هنا. إنها جميلة جدا. لم يدخل أحد الفيلا بعد، ولكن بمجرد الوقوف فيها الخارج تمكنوا من رؤية مناظر بحيرة الضباب الجميلة. أطلقت نسمة لطيفة تموجا متلألئا في جميع أنحاء بحيرة الضباب. لم يستطع شباب عائلة السواس إلا أن يصرخوا في فرحة عندما كانوا يتأملون البحيرة وانعكاس القمر عليها. سأل منصور وهو يبتسم ويتجه نحو السيدة السواس: جدتي، أليس المشهد رائعا؟ أعجبت السيدة السواس بالمكان كثيرا. تقع الفيلا أمام قمة جبل هيمالايا مع أكبر بحيرة في مدينة نصر، بحيرة الضباب. أمامها المناظر الطبيعية المحيطة بها رائعة. كل سنت من تلك 500 مليون دولار التي أنفقتها كان يستحق ذلك. منصور: إنها ببساطة ملاذ مثالي. أيضا تقع فيلتك في أفضل مكان في المنطقة. من حيث الإقامة لا يمكن لأحد في مدينة نصر أن يقارن بك، أليس كذلك؟ أتسأل فقط من هي الفتاة المحظوظة التي ستحظى بحظ الزواج منك والعيش هنا معك للاستمتاع بهذه المشاهد الجميلة؟ ألا يجعلك ذلك عشيقة هذه الفيلا، ملكة مدينة نصر؟ كلما نظرت السيدة السواس إليه كلما ازداد إعجابا به. تلاشى الغضب الذي أثاره فارس في قلبها في وقت سابق تماما. نظرت السيدة السواس إلى كارمن بعمق وهي تتحدث. كانت جملتها الأخيرة موجهة بوضوح إلى كارمن. أرادت أن تجمع بين كارمن ومنصور، لكن كارمن تصرفت بغباء ولم تتسم إلا بتعالي. أصم رشوان أذنيه وبقى صامتا، وعلى الرغم من أن ذلك أزعج رشوان إلا أنه ظل صامتا. بالنظر إلى الحالة المزاجية الجيدة التي كانت فيها السيدة السواس لم يكن هناك أي معنى لإضعاف معنوياتها العالية. قال منصور ويهز رأسه فجأة: لا يا جدتي، لم أنجز ما يكفي بعد. ثم استدار ينظر إلى قمة جبل هيمالايا أمامه. قال منصور بعمق ينظر في هواء الليل: فيلا الرماح تعني النظر إلى الآفاق في قمة جبل هيمالايا. حتى لو كنت أملك أفضل فيلا في المنطقة فلا يمكن مقارنتها بمقر إقامة السيد شداد على القمة. إنه الملك الحقيقي لمدينة نصر، لذا فإن امرأته هي ملكة مدينة نصر. يطل القصر المهيب الواقع على قمة جبل هيمالايا على المدينة نصر مثل ملك ينظر إلى أرضه. على الرغم من عظمة منصور إلا أنه لم يجرؤ على التصرف بغطرسة على الإطلاق أمام الرجل الذي كان يقيم على قمة جبل هيمالايا. كل ما كان لدى منصور له هو الاحترام والإعجاب. حتى لو لم يراه منصور أبدا سبقته سمعة الرجل.
كانت مقاطعة المقطم بأكملها تنحني عند قدميه. فماذا كان منصور الصغير؟ عرفت السيدة السواس بطبيعة الحال عمن كان يتحدث منصور، لكن السيدة السواس شعرت براحة كبيرة وهي تبتسم وتقول: أنت فخور لكنك متواضع. لديك مثل لديك مثل سامية لديك مثل سامية، لكنك مدرك لذاتك. أحسنت منصور، أنت على استعداد لتجاوز إنجازات والدك. منصور، لا تحزن، على الرغم من أنه طموح كبير جدا بالنسبة لك الآن أن تصبح مثل السيد شداد، إلا أنك أصغر منه، لذلك لا يزال لديك متسع من الوقت للعمل الجاد في المستقبل. عندما تصل إلى عمر السيد شداد قد تكون أنت الشخص الذي يقف على قمة جبل هيمالايا. امتلأت السيدة السواس بالأمل وهي تعزيه. يبدو أن السيدة السواس اعتقدت بوضوح أن السيد شداد رجل في منتصف العمر، يعني 40، يعني 40 45 50 كده يعني، لكنه من المنطقي أن حامد ووائل وجميع الشخصيات المؤثرة في مقاطعة المقطم كانوا جميعا من الرجال في منتصف العمر الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما. بعد كل شيء حقق معظم الناس ذروتهم وشهرتهم وقوتهم ونجاحهم في هذا العمر. قال منصور بعزم: حسنا، سأعمل بجد ولن أخيب ظنك يا جدتي. قالت السيدة السواس ببرود وهي تشيد بمنصور وتتحدث بازدراء عن فارس. انظري يا كارمن، انظري كم هو طموح وموهوب منصور، أليس أفضل بمليون مرة من ذلك المزارع الفقير؟ على الرغم من أن فارس يأتي من خلفية متواضعة، إلا أنه متعجرف للغاية. قال فارس إنه لا يهتم بعائلة مكرم ولديه مقاطعة المقطم تحت قدميه. إنه أحمق، شخص ريفي مثله لن ينجح في الحياة أبدا. مرت سيارة فجأة نحوهم. يا إلهي، هذه سيارة مايباخ اس 680. إنها أفضل سيارة فاخرة في السوق. إنها أفضل بكثير من سيارة منصور، لا يوجد الكثير منها في مدينة نصر، أليس كذلك؟ من أين هذا الرجل الكبير؟ في اللحظة التي ظهرت فيها مايباخ انفجرت عائلة السواس بأكملها على الفور في الإثارة والفضول. يطبع الفصل 624. أنا ذاهب إلى المنزل. في فيلا الرماح الفخمة التفتت السيدة السواس إلى منصور بقلق قائلة: منصور، هل تنتظر ضيفا؟ كانت سيارة مايباخ سوداء فارهة تتهادى نحوهم والدهشة ترتسم على وجهها. كانت فيلا منصور هي الأقرب إلى موقع جبل هيمالايا الخلاب في هذه المنطقة بأكملها، حيث تمتد منطقة فيلات جبل هيمالايا وتفصل بوابة معدنية ضخمة بين المنطقتين وتغلق الطريق، مما يعني أن السيارات لا تستطيع تجاوز هذه النقطة. لذلك افترض السيدة السواس أن صاحب السيارة الفارهة قد جاء لزيارة منصور. هز منصور رأسه بهدوء قائلا: لا أتذكر أنني دعوت أحد. ربما سمع أحدهم أنني في مدينة نصر فقرر المجيء. بدا هذا التفسير المنطقي الوحيد لوجود السيارة. أو مات السيدة السواس برأسها مبتسمة قائلة: ربما هذا هو السبب. بما أن شخصا ما جاء لزيارتك، لماذا لا تذهب للترحيب به؟ بالنظر إلى مدى تقديرهم لنا، يجب أن نكون مضيفين جيدين. تقدم منصور للترحيب بالضيف، وتبعه أفراد عائلة السواس بفضول لمعرفة من هو صاحب هذه السيارة الفخمة. بصوت واثق وفخر بادي على وجهه، قال منصور ويقترب من السيارة التي توقفت: مرحبا، أنا منصور من عائلة مكرم في مدينة التوفيقية. هل لي أن أعرف من يزورنا؟ من فضلك اعطني بعض التفاصيل حتى أتمكن من رد الجميل. كانت ابتسامته المتعجرفة بادية على وجهه بوضوح. بعد كل شيء زاره أحد الأثرياء والأقوياء في مدينة نصر بمجرد وصوله إلى هنا. أضفى ذلك بشكل غير مباشر أهمية ومكانة لعائلة مكرم. لقد جاء الزائر في الوقت المناسب. مع وجود عائلة السواس كان لدى منصور جمهور يستعرض أمامه. لكن فجأة انطلقت سيارة المايباخ دون توقف، مخلفة وراءها بركة من المياه الموحلة التي تناثرت على منصور. وحتى السيدة السواس لم تسلم من هذه الرشاطة الطينية. اختفت الابتسامة من على وجه منصور وحل محلها تعبير غاضب. لقد ظن إن صاحب السيارة جاء لزيارته، ومع ذلك تجاهل وانطلق بسرعة بعد رؤيته. لقد كان الأمر بمثابة صفعة على وجه منصور. كان الأمر محرجا للغاية لدرجة أن وجهه احترق من الألم وشعر قلبه وكما لو أنه ابتلع ذبابة. لم يستطع إلا أن يستخدم سخطه لإخفاء العار في قلبه. كان منصور الوحيد الذي تجرأ على سب سيارة المايباخ، أما أفراد عائلة السواس فقد ابتلعوا إهانتهم بصمت. أحمر وجه السيدة السواس من الغضب، لكنها لم تجرؤ على النطق بكلمة. بعد كل شيء لا بد أن يكون صاحب السيارة أكثر نفوذا من عائلة السواس بالنظر إلى قدرته على دخول المنطقة. أما منصور فلم يكن لديه ما يخشى بفضل دعم عائلة مكرم له، لكن عائلة السواس لم يكن لديها خيار سوى الانكماش في خوف.
تجاهل الرجل في السيارة منصور كما لو أنه لم يسمع شيئا. راقب الحشد السيارة وهي تسير ببطء حتى توقفت أمام البوابات الحديدية التي تفصل بين قصر الجبل هيمالايا عن فيلا الرماح. شحب وجه منصور عندما رأى ذلك. بينما حبست عائلة السواس أنفاسها بقلق، اتسعت عينا كارمن بدهشة. في تلك اللحظة تسأل الجميع في نفس اللحظة، يتردد صدى السؤال في عقولهم: هل يمكن أن يكون؟ هل هذه سيارة السيد شداد؟ ارتجف منصور من الخوف، وارتعدت كارمن، وحبست السيد السواس أنفاسه. ثم فتح باب السيارة ليخرج منه شخص نحيف القوام، بينما يحدق به الجميع بعيون متوترة وإعجاب. في اللحظة التي ظهر فيها سقط الجميع في صمت تام. صدم منصور والآخرون لدرجة أن عيونهم كادت أن تخرج من محاجرها. لعن منصور بتعبير مظلم اللعنة: إنه أنت. سألت كارمن التي صدمت بنفس القدر: فارس، ماذا تفعل هنا؟ نعم، الشاب النحيف الذي نزلت من السيارة كان فارس. يعتبر هذا تحولا صادما للأحداث لجميع عندما رأوا فارس. تبدد الترقب تماما، ولم يتبقى سوى غضب وخيبة أمل لا يمكن تفسيرهما. تبا، لقد كان ذلك الفقير. اعتقدت أنه سيكون محظوظا برؤية السيد شداد الليلة. يا لها من خيبة أمل. بالضبط، لماذا هذا الريف هنا؟ نعم، لماذا هو هنا؟ هل هو هنا لمضايقة كارمن؟ كيف يمكن لشخص فقير من الريف أن يدخل إلى المنطقة راقية كهذه؟ هل كان يتبعنا؟ هل تسلل وراءنا؟ يا إلهي، إنه وقح تماما. لم يدعه منصور إلى الفيلا، فكيف يجرؤ على الحضور؟ امتلت عائلة السواس بازدراء عندما رأوا فارس. شعرت السيدة السواس بالغضب. لقد كرهت فارس بالفعل لإساءته إليها في وقت سابق، والآن كان يضايق كارمن بلا توقف، فاشتعل غضب السيدة السواس. صاحت على الفور ببرود: ماذا تفعل هنا؟ قلت لك إنك أقل من كارمن. لن أوافق أبدا على علاقتكما، لذا من الأفضل أن تستسلم من الآن فصاعدا. توقف عن مضايقة حفيدتي، وإلا فلن تدعك عائلة السواس وشأنك. ارحل الآن. أقنع رشوان على الفور أمي لا. لقد شعر أن والدته كانت قاسية للغاية في كلماتها. وبخت السيدة السواس وهي تحدق في رشوان: اخرس، إذا لم تسمح بذلك فلماذا ينتهي الأمر بكارمن بمعادة رجل ريفي؟ سأقول لك ما يدور في خلدي عندما نعود. بالطبع لم يرد رشوان. بعد كل شيء كانت والدته، وبما أنه كان هناك الكثير من الناس في الجوار لم يستطع الرد على والدته. ثم جاء ضحك فارس البارد من أمامهم: ألا تبالغين؟ أنا ذاهب إلى منزلي، فلماذا أحتاج إلى إذنك؟ ماذا؟ يطبع الفصل 625. لا يعرف الجاهل الخوف. ماذا؟ الذهاب إلى منزله؟ ترك كلام فارس الجميع في حالة صدمة. انفجر الكثير من الناس في الضحك على الفور. أيها الريفي، منزلك. هل تحاول أن تجعلني أموت من الضحك؟ لا يمكنك حتى أن تجذب جذبة جيدة. هل تعرف أين أنت؟ هذه منطقة فيلا الرماح. كل فيلا هنا تساوي الملايين. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه حتى لو بعت قريتك بأكملها فلن تتمكن من شراء فيلا واحدة هنا. الجاهل لا يعرف الخوف. هل تعتقد أننا ساذجون مثل كارمن؟ صخر الجميع في عائلة سواس نظروا إلى فارس كما لو كانوا ينظرون إلى أحمق. هز منصور رأسه وهو يضحك أيضا. ليفكر منصور في البداية إن فارس كان منافسا قويا على مصلحة كارمن. من مظهره الآن كان يفكر مليا. لم يكن سوى غبي. قال منصور وهو يسخر: فارس، هل حقا تعيش هنا؟ ما هي الفيلا الخاصة بك؟ لماذا لا تشير إليها حتى نتمكن من زيارتك لاحقا؟ بدأ منصور ساخرا بلا شك، مما جعل أفراد عائلة السواس ينفجرون ضاحكين. قالت إحدى عمات كارمن على الفور وهي تضحك: منصور، هل تصدق هراءه؟ كيف يمكن لرجل ريفي أن يشتري مرحاضا هنا بعد أن يبيع جميع ممتلكاته؟ اعتقد أنه يقول ذلك فقط لخداع كارمن، لكن فارس لم يتصل بهذه السخرية، وبدلا من ذلك قال بهدوء: هل أنت متأكد أنك تريد مني أن أشير إليه؟ في هذه الحالة دعني أريك. أصابت كلمات فارس الجميع بالصدمة مرة أخرى. يا إلهي، هل هذا فقير لديه الجرأة للإشارة إليه؟ حسنا، دعه يشير إليه إذن. أريد أن أرى كم من الوقت يمكن لهذا الرجل الريفي أن يستمر في التمثيل. سخر أفراد عائلة السواس وهم ينتظرون فارس لاهين نفسه. امتلأت السيدة السواس بازدراء أيضا. في رأيها كان فارس مجرد متباهي
في النهاية سأصبح محل سخرية للجميع. قال فارس بفخر بابتسامة ويستدير ويشير إلى الأعلى. كما يحلو لك إذن. تردد صدى صوته المنخفض المهيب في الأرض. أنا أعيش في قمة جبل الهيمالايا. هبت رياح باردة وجعلت بحيرة الضباب متموجة. تأرجحت النباتات بينما تدفقت الأمواج عبر البحيرة. ساد صمت مطبق. أصبح الجميع عاجزين عن الكلام بعد سماع كلمات فارس. بعد مرور بعض الوقت بدأوا في الصراخ عليه. يا إلهي اللعن عليك. هل أنت مجنون؟ هل تريد أن تموت أيها الفتى؟ أنت أحمق حقا. فوجئ الجميع بكلمات فارس. لقد اعتقدوا أنه مهما كان فارس متعجرفا فإنه سيشير فقط إلى فيلا عشوائية في المنطقة ويقول إنها ملكي. لكنهم لم يعتقدوا أن فارس سيكون لديه الشجاعة للإشارة إلى جبل هيمالايا والادعاء بأنه منزله. هل هو مجنون؟ هل هو أحمق؟ ألم يكن يعرف من يعيش هناك؟ كيف يجرؤ على التطلع إلى منزل السيد شداد؟ لقد كان متهورا للغاية. كارمن، عليك قطع العلاقات مع هذا الأحمق بسرعة، وإلا فسوف يسحب عائلة السواس إلى الهاوية يوما ما. إنه ببساطة متهور للغاية. كيف يمكنه القول مثل هذا الهراء؟ كيف يمكن لشخص فقير مثله أن يسكن بالقصر على جبل هيمالايا؟ ألقى الجميع في عائلة السواس الشتائم على فارس. لف منصور عينيه هو أيضا ونظر إلى فارس كما لو كان غبيا. وقد كان شيئا واحدا أن ينفذ بالهراء، لكنه الآن كان يحاول حقا قتل نفسه. لقد أراد ببساطة أن يموت. تجاهلوا هذا الأحمق. دعونا ندخل، وإلا فقد نتورط بسببه. قلقت عائلة السواس إلى حد ما من الوقوع في مشاكل، لذلك بعد توبيخ الفترة عادوا بسرعة إلى فيلا المنصور. لكن كارمن استمر فيها الوقوف هناك ونظرت إلى فارس بغضب يغلي في قلبها. كارمن تعالي. طاردها أفراد عائلة السواس. ما الذي تنتظرينه؟ صمت كارمن آذانها وبقيت صامتة. أخيرا لم تستطع كارمن قمع نفسها فصرخت في فارس بغضب. فارس، هذا يكفي. ألم تسبب ما يكفي من المتاعب؟ لقد أسأت إلى عائلة سليمان والسباعي ونهبة مدرسة القتال العالمية للملاكمة. ألم يكن لديك ما يكفي؟ كيف تجرؤ على استفزاز السيد شداد الآن بلا خجل؟ هل ستتوقف فقط بعد أن تجلب كارثة على نفسك وتقتل كاملية في هذه العملية؟ أحمرت عين كارمن تماما وهي تصرخ. شعرت بالضيق حقا على صديقتها المقربة. لقد تسبب فارس بالفعل في الكثير من المشاكل من قبل، من خلال استفزاز العديد من الأشخاص الأقوياء، ودخل في جدال كبير مع كاميليا من أجل ذلك. لكن لم يخطر ببال كارمن إن فارس لم يتعلم درسه على الإطلاق. الآن تجرأ حتى على الإساءة إلى السيد شداد بتهور. صرخت كارمن بغضب، عينها حمراء وهي تنظر إلى فارس. أنا أشعر بالأسف حقا على كاميليا. لكن فارس لم يستجب لصراخ كارمن على الإطلاق. لقد نظر إليها فقط بنظرة باردة على وجهه بلا تعبير، ثم استظل يمشي نحو البوابات الحديدية. تبا، ألن يستسلم هذا الأحمق أبدا؟ ماذا يحاول أن يفعل؟ هل سيقتحم حقا قصر جبل هيمالايا؟ يا إلهي، إنه غبي حقا. مجنون، إنه مجنون تماما. اعتقد أفراد عائلة السواس أن فارس سيقفز فوق البوابة الحديدية واقتحم قصر جبل هيمالايا. عندما سار باتجاه المدخل لقد فوجئوا لدرجة أن وجوههم شهبت على الفور بينما استمروا في الصراخ عليه بغضب. من الواضح أن حراس الأمن الذين كانوا يحرسون قصر جبل هيمالايا اكتشفوا الاضطرابات عندما جاء أحدهم. صرخت كارمن على عجل. فارس، هل أنت مجنون؟ عد الآن. كيف يمكنك الإساءة إلى السيد شداد؟ لم تستطع أن تنزعج من فارس عندما رأت حراس الأمن يمرون. في يأسها حاولت حتى أن تسحبه بعيدا. قال منصور ويسحب كارمن لمعها من الذهاب. كارمن، تجاهلي، اتركيه وشأنه. لقد كان هو من تصرف بتهور. من يستطيع أن يلومه؟ حدقت السيدة السواس بغضب في كارمن وقالت: كارمن، هل نسيت ما قلته؟ سأخبرك للمرة الأخيرة. عليك قطع العلاقات معه من الآن فصاعدا. لا شأن لك بما سيحدث له. منصور، أعدها إلى هنا. بعد هذا السواس ببرود ذهب منصور وسحب كارمن. كان حراس الأمن في جبل هيمالايا موجودين بالفعل وفتحوا البوابة وخرجوا. رجال السيد شداد، اخرجوا. لقد انتهى ذلك الرجل الريفي. ضحك الجميع في عائلة السواس ببرود وهم يشاهدون وينتظرون بعض الإثارة. لقد اعتقدوا أن هؤلاء الرجال سيعلمون فارس درسا قاسيا. لدهشتهم انحنى الرجال الذين نزلوا من جبل هيمالايا في انسجام تام بينما قال: لقد كنت أنتظرك. مرحبا بك في جبل هيمالايا يا سيدي. مرحبا بك في جبل هيمالايا يا سيدي.
مرحبا بك في جبل هيمالايا يا سيدي. انتظرونا بقى ايه في الفيديوهات الجاية كده ان شاء الله، وسلام.